السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله نعمل فراخ محشيه رز. جبت معلقه زيت، حطيت فيها بصلايه كده مقطعاها صغيره، وعندنا التوابل بتاعتنا كاري وبابريكا مدخنه وزعتر وشويه فلفل اسمر وملح. شوحت البصلايه، هنزل بقى بالقنصايه الاول وبعدين الكبده، او ونص وبعدين الكبده، تاخد بس تشويحه بسيطه كده وانزل بالكبده. بعد كده انزل بالتوابل بقى عشان الريحة وعشان الزفارة بتاعت الكبدة. نزلت بالجزراية المبشورة، انا بشرها بشر خفيف خالص صغير. بعدين نزلت بالرز، غليت مية بقى وهنزل بيها. انا زودت فلفل اسمر شوية، بس شوية صغيرين كده فلفل اسمر. نزلت بالمية، وبعدين نزلت بالطماطم ومعلقة صلصة صغيرة. المية مش كتير، يا دوبك بس كده على وش الرز. هنا كان يعني خد يعني نص سوا، نص سوا بس يا دوبك. طبعا مش هحط كله عشان ما يتزفرش من الفرخة، مش عايزاه يتبهدل. اجيب الفرخة بتاعتي، الفرخة ديت يعني ايه، هي عاملة كيلو ونص الا شوية صغيرين. طبعا هنحشيها كده. طبعا مش هنكتر فيها علشان ما تنفجرش في المية، لانها ممكن تفرقع منك في المية لو مليتيها مع رز، لان الرز بيزيد. كل حتة كده، الجناحات والوراك في كل حتة تحشيها عشان تدي طعم. انا طبعا جبت خلة سنان، قفلتها كده من ورا، قفلت اللي هي الحتة اللي بتبقى مفتوحة دي، وكسرت الجناح كده ورجعته لورا عشان يدي شكل حلو. هنا طبعا بقى هجيب حلة على النار تغلي، احط بقى بصلاية وورقتين لورا انا غسلاهم، واتنين حبهان او تلاتة. انا هنا هزود طماطمايه بس نسيتها دلوقتي، هحطها كمان، هحطها دلوقتي بقى. ما صورتهاش للاسف. وملح وفلفل اسمر، اسيبهم يغلوا شويه الاول، وبعد كده اسقط اهي الطماطمايه اهي، انزل بالفرخه. طبعا الميه ما تبقاش مغطيه الفرخه، تبقى لحد نصها كده بس. انا بوريكم دلوقتي ان هي بتغلي. هي خدت معايا حوالي ساعه اهيت. انا بوريكم ان هي استوت اهيت، لما نختبرها كده من عند الرجل كده بتاعتها كده، هي استوت الحمد لله اهي. ما شاء الله، لا سابت لا فرقعت ولا حاجة خالص. معلش بقى يا حبايبي، انا ماسكه التليفون بايد وبدهن الفرخه بايد. دي معلقه صلصه على معلقه سمنه وبهارات فراخ وفلفل اسمر وملح، ويعني شويه دبس الرمان صغيرين. هندهنها وندخلها تحت الشوايه ان شاء الله. هي الفرخه زي الفل، ما شاء الله عليها، لا فرقعت ولا حاجه، طالعه هي زي الفل. حمرتها. طبعا الرز دوت انا يعني سويته تاني، خدت من الشوربة بتاعت الفراخ وسويته اهيت. ما شاء الله زي الفل، ما شاء الله اهيت. عايزين بقى يشتروا اكل من بره، عملت لهم انا اكل في البيت بألف هنا. اتفضلوا معايا.